أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. في هذه الآيات المباركة يحدثنا المولى تبارك وتعالى عن مكانة الحج وعن تعليمه وتحديده لسيدنا إبراهيم مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، كلمة بوأنا مأخوذة من المباءة، يعني بيئة إيمان. فسيدنا إبراهيم قبل أن يدعو ويؤذن في الناس بالحج أسس أولا أعظم بيئة إيمانية على وجه الأرض، أعظم بيئة إيمانية. وإذ بوأنا لإبراهيم، اللام هنا يقال أنها لام الخاطر، أي من أجل خاطر إبراهيم. لو أن إنسانا صالحا واحدا، إنسانا يعني يتعامل مع الله بخلق راق، إنسان قلبه عاشق لأوامر الله عز وجل، من أجل خاطره قد يفتح المولى عز وجل على الصف كله من أجله. وإذ بوأنا لإبراهيم أي من أجل خاطر إبراهيم، كما في قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي من أجل خاطرك أنت يا محمد يا رسول الله، من أجل خاطرك فتحنا لك الفتح المبين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وطهر، أولا لابد من التطهير، لابد من النظافة، لابد من خلع جراثيم الفساد، لابد من إزالة فيروسات المعصية، حتى تجد مكانا طيبا مباركا ترمي فيه البذرة فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وطهر
وطهر بيتي للطائفين. الطواف أولا لأنه عبادة أهل السماء. المكان الوحيد الذي يوجد فيه طواف على وجه الأرض هو بيت الله الحرام، وهو عبادة الملائكة. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وبعدها تكلم المولى تبارك وتعالى عن مقاصد الحج. أول مقصد من مقاصد الحج: وأذن في الناس بالحج. الأذان، أذن في الناس. أذن يعني صيغة فاعل، يعني أذن مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة. وأذن في الناس، وكلمة في تفيد الانتشار، أي انتشر بالدعوة في وسط الناس. لا تظل مكانك، ولكن انتشر في وسط الناس. ادعو إلى الله في قلب الناس. وأذن في الناس، وهذا أول مقصد من مقاصد الحج، أنك في بيت الله الحرام. عندما يكون بينك وبين الفندق الذي تسكنه وبيت الله الحرام يعني 5 كيلومترات أو 10 كيلومترات، ومع ذلك تصلي في المسجد، لا تصلي في بيتك. فإذا رجعت إلى بيتك وناداك المولى تبارك وتعالى فاستجب لأوامر الله بسرعة. قيل لأحد الصالحين: لماذا تذهب إلى المسجد قبل موعد الصلاة؟ فقال: لأن الأذان النداء لتنبيه الغافل، فالغافل هو الذي يحتاج للنداء. هذا لا يحتاج لأحد أن يقول له حي على الصلاة، لا يحتاج لأحد أن يقول له حي، لأنه في الأصل حي، لأنه مستيقظ، لأنه ليس نائما. حي على هنا للاستعلاء، أي أن الصلاة هي التي تعلو بك، الصلاة هي التي ترفعك عند الله. إذن أول مقصد من مقاصد الحج هو أن تلبي نداء الله بسرعة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. تأمل إلى كلمة يأتوك، سرعة رهيبة في تنفيذ أوامر الله. يأتوك رجالا أي على أرجلهم. سيدنا الحسن بن علي حج 25 مرة على قدمه، وسيدنا الإمام أحمد بن حنبل حج مرتين على قدمه. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هو الحصان أو الفرس الذي يقوم صاحبه بتجويعه حتى يكون عنده لياقة، حتى ينطلق بسرعة، حتى يجري بسرعة. فالإنسان الذي عنده لياقة إيمانية قوية هو الذي ينطلق إلى الله بسرعة. وعلى كل ضامر يأتينا. كلمة يأتينا يعني بتعود على إيه؟ تعود على الخيول، تعود على الدابة التي تجري. الله تعالى لم يقل يأتونا، لأنه لو قال يأتونا لكانت تعود على الناس، وإنما قال يأتينا تعود على الخيول، أي أن الخيل تجري بسرعة شوقا إلى بيت الله الحرام. كما قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه عندما كان يركب فرس لبيت الله الحرام، كان يخاطب المولى تبارك وتعالى ويقول: إليك تسعى قلقا وضينها، أي أن الدابة يا رب التي أركبها تجري بأقصى سرعة وتنطلق بأقصى سرعة شوقا إليك يا رب. فإذا كان هذا هو حال الدابة فكيف حال من يركبها؟ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. لابد للحج أن يكون عندنا أن نعيش مع الحج على أنه مشاهد، على أنه روحانيات، على أنه يأخذ بقلوبنا إلى الله عز وجل. تأمل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم. هذه الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة. تخيل هذه العشر أيام هي التي نادى فيها المولى تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. بعد أن أتم هذا الميقات في 10 ذي الحجة كلمه المولى تبارك وتعالى واصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه. فأنت في 10 ذي الحجة عندما تكثر من ذكر الله، عندما تأتي بقلبك إلى الله، عندما تتعامل مع الله بأن قلبك يعيش مع الله تبارك وتعالى، فأنت بذلك تكون أهلا لأن يكلمك الله ويخاطبك. لذلك ليشهدوا، هذه ضمير غائب، ليشهدوا.
منافع لهم. وبعدها ويذكر اسم الله أيضا ضمير غائب، فجأة حصل التفات بعدها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يعني أصبحت هنا التفات من الغائب إلى الخطاب، أي أنك أصبحت أهلا لأن يخاطبك الله بعد أن نفذت أوامر الله بسرعة، وبعد أن أكثرت من ذكر الله، وبعد أن أديت أوامر الله بكل حب وبكل رضا وبكل عشق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بعدها ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. تخيل هذا المكان، يعني يوم العيد، يوم الحج الأكبر هو أعظم أيام الله، أعظم أيام الله يوم النحر. هذا اليوم يعني يوم عادي، يوم عيد بالنسبة للمسلمين في غير الأراضي المقدسة. الناس في هذا اليوم في حالة فرح وفي حالة سرور. أما بالنسبة للحج هو يوم من أشق الأيام. فأولا يستيقظ مبكرا، يبيت بمزدلفة ويستيقظ مبكرا ويتحلل ويحلق ويطهر نفسه، يعني ويمشي في طريق ليس فيه وحده وإنما هو في وسط ملايين من الناس، ويذهب لرمي الجمرات. وبعدها يعني تخيل كل هذا المجهود العضلي الرهيب، مجهود رهيب جدا. فبعد هذه المشقة أصبح عند الله عز وجل من أحب الناس إلى الله. لذلك أعظم أيام الله هو يوم النحر لما فيه من مشقة. بقدر تعبك لله، بقدر مشقتك في تنفيذ أوامر الله عز وجل، يكون قدرك عظيما وعاليا عند الله عز وجل. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعدها قال المولى تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله. هذا هو المقصد الثاني من مقاصد الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تأمل إلى كلمة ذلك يعني اسم إشارة للبعيد. مثلا يعني الكلام الماضي كان كلام مهم وكلام عظيم جدا، ولكن الكلام الذي سيأتي بعد ذلك كلام أعظم، كقول الله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب. قال يعني هذا الكلام المنقضي كان كلام خطير، والكلام الجاي الذي بعد كلام أخطر. هذا وإن للطاغين. فلماذا قال المولى تبارك وتعالى، لماذا قال هناك هذا ولماذا قال هنا ذلك؟ قال هناك هذا لأن بعدها وإن للطاغين لشر مآب، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة والنار لأقرب إلى أحدكم من شراك نعله. لذلك قال هذا وإن للطاغين لشر مآب. أما هنا قال ذلك لأن هنا معان عظيمة جدا، معاني في منتهى الروعة وفي منتهى القوة وفي منتهى الشدة. يعني ذلك ومن يعظم حرمات الله. أعظم الناس عند الله الذي يعظم حرمات الله، الذي يعظم كلمة حرام. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ليست المتعة في معصية الله، ليست المتعة في المواقع الفاسدة، ليست المتعة في أن نغضب المولى تبارك وتعالى، ليست المتعة في أن نذل أنفسنا، وإنما المتعة الحقيقية في الإيمان بالله. قال تعالى: فآمنوا فمتعناهم إلى حين. المتعة الحقيقية في أن تكثر من ذكر الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. إذن المتعة في طاعة الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. لماذا الأنعام هنا؟ لأن الأنعام أكبر رمز شركي، يعني من أكبر الدول الديمقراطية على وجه الأرض اللي هي الهند، يعني أكبر الدول الديمقراطية، ومع ذلك تعبد البقر، فهو رمز شرك خطير جدا. فالله تعالى قال: وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس من الأوثان هنا البهتان والافتراء على الله. أما قول الزور هو الافتراء على الناس. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. ثم تلا قول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور.
وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ثم سكت وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. ثم قال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. الإنسان الحنيف هو المائل عن الباطل، لأن الباطل أصلا معوج، فأنت إذا أردت أن تعتدل عن المعوج فكن مائلا عن المعوج، فإذا ملت عن المعوج أصبحت معتدلا. حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. الإنسان الذي يشرك بالله مثله في ذلك يعني ليس الشرك الأكبر فقط، وإنما الشرك الأصغر، يعني الإنسان المرائي، الإنسان المعجب، الإنسان الذي تخطفه الدنيا وتخطفه الشهوات، يكون حاله في غم ونكد وكرب، يعني تخطفه الدنيا مرة، تخطفه الشهوات مرة، يخطفه الهوى مرة، تخطفه الشياطين مرة، ويكون حاله عند الموت عندما تخرج روحه وتصعد إلى السماء يلقى بها من السماء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فالله تعالى قال: فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فنسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا حج بيته الحرام، وأن يرفع عنا الهم، وأن يرفع عنا الغم والكرب العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة يا كريم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.